نوبات الصرع هو مرض مزمن يظهر على صورة نوبات متكررة، والنوبات في الغالب تكون على انقباضات في أجزاء الجسم أو الجسم بأكمله، ويكون المريض مشوشا أو فاقد الوعي تماما. ومن الممكن أن يتعرض المريض إلى إصابات جسدية أثناء النوبات، وتختلف الإصابات على حسب نوع النوبات في المكان الذي أغمي فيه المريض. إذن هل هناك أسباب معينة قد تؤدي إلى الصرع؟ في الحقيقة الأسباب غير معروفة كليا، لكن قد تكون هناك بعض العوامل التي يمكن ذكرها، مثلا عند الأطفال حديثي الولادة، أو مشكلة في تليف أنسجة الدماغ، أو أسباب تحدث أثناء فترة الحمل، ويمكن أن تكون عوامل وراثية. إذن ماذا يجب علينا فعله؟ وكيف يتم التعامل مع حالات الصرع إذا رأيناها أمامنا؟ نأخذ أي شيء حاد أمامه حتى لا يؤذي نفسه. قلب المريض على جنبه الأيسر ليساعده على التنفس. وضع أي قطنة على فمه لكي لا يعض على لسانه أثناء حدوث النوبات. إذن متى يجب علينا الاتصال بالإسعاف؟ في حالة استمرار النوبة إلى 5 دقائق، تكرار نوبات الصرع مرة أخرى، عدم عودة التنفس إلى الوضع الطبيعي، تعرض جسم المصاب لأذى أثناء نوبة الصرع. ما الذي يجعل نوبات الصرع متكررة عند المريض؟ الإهمال بالعلاج، السهر أو عدم الانتظام بالنوم، التعرض للتوتر أو القلق، عدم التغذية الجيدة وخاصة قبل تناول العلاج. ولا ننسى، يجب أن نتعامل مع المصاب بعد انتهاء الحالة بكل هدوء وطمأنينية. أما صديقنا أحمد فيبدو بحالة جيدة، وذلك بعد أن انتظم الجميع بتعليمات الطبيب. نسأل من الله السلامة والعافية للجميع.